هنعوض في الفاينل ولا ايه؟ عموما ده اهم فيديو فعلا ازاي تعوض في الفاينل. بص يا بطل، وقت الفاينل محتاج حنكه مش محتاج فرق كتير. لازم تتعلم في الشويه اللي قبل الفاينل ازاي تذاكر بطريقه تجميع الدرجات اللي هتخش تجيب فيها امتياز وتطلع وانت مطمن. ايوه قول لي بقى اعمل ايه؟ اخلص في الفاينل. عندي كومن از كومن. اتعود تذاكر من ملازم الفاينل، بلاش تجيب الملزمه الاساسيه بتاعتك اللي هي كانت 150 ورقه وتقعد تقول لي انا هحفظها صم زي اسمي. ليه؟ الكليه بتاعتك حددت لك عناوين معينه هتذاكر منها، فامسك العناوين دي وظبطها. ولو في بقى فايل او ملزمه محدده ومجمعه العناوين دي بس، ليه ما نذاكرش منها؟ عشان تبقى فاهم مخك وهو بيحفظ لازم يعدي على الحاجه مره او اتنين من نفس السورس، فاحنا لازم نلحق في خلال الاسبوع اللي قبل الفاينل اعدي على الفايل مرتين. فلازم الفايل يبقى قد كده، بلاش الفايل يبقى مثلا 120 ورقه وتحبط انك ما لحقتش تجمع. انت فاهمني؟ بدات حاسس اني هفهم اهو. يا عم خليني اوضحها لك بشكل بقى نخلص بيه. من حيث المصادر، هات مصادر موثوقه ليها علاقه بكليتك محدده العناوين اللي داخله عندك في الفاينل. بس ثاني حاجه طريقه المذاكره. هعمل ايه؟ همسك نفس الفايل هقراه بشكل كويس جدا وبفهم، بعد كده هسمعه لحد. هل لازم اكتب كل كلمه؟ لا، مفيش وقت انك تكتب كل كلمه تاني. انا عايزك تسمع لحد ونفس الطريقه. مش وانت بتحفظ القران كنت انت بتسمعه على طول بتسمعه شفوي فخلاص بتلاقي نفسك حافظها هي. ولو جيت قلت لك سمع لي نفس السوره دي كتابها هتكتبها. من حيث الطريقه اللي هنفنش بيها، فانت بتيجي قبل الامتحان بيوم او اتنين بتحل سنه او سنتين سابقه. مش عايزك في الفاينل بالذات تحل 100 سنه سابقه، لان هو لو حابب يجيب لك اسئله مختلفه تمام. او الاورينتيشن المره دي كان مختلف، الاسئله اللي هو محددها لك مختلفه السنه اللي فاتت عكس اند اوف موديول بتاعك. كده انت عرفت المصادر ايه، هتذاكر ازاي، وتحل قبل الامتحان منين. اتحرك بقى بسرعه كده علشان نلحق نعوض في الفاينل. اه يا حبيبي، اه يا حبيبي.